السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مشيوات بالشاير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه صيفيه بامتياز. المكون الاساسي ديالها البطاطا اللي كيحماقوا عليها الكبار والصغار، وغيب شويه ديال الدجاج. خليكم معايا وفرجه ممتعه. غنبداو بسم الله على بركة الله. غنحتاج لجوج حبات ديال البطاطا، بصله وحده، وربع صدر ديال الدجاج. كناخد هاد جوج حبات ديال البطاطا، كنقسمهم في النص، ومن بعد غادي نقطعهم على شكل مربعات بهذا الحجم هذا اللي غادي نوريكم. هذا هو القياس اللي غادي نقطع عليه هاد جوج بطاطات. بالنسبه للكميه من طبيعه الحال كتبقى اختياريه، يمكن لكم تزيدوا او لا تنقصوا. من بعد ما قطعت دوك جوج بطاطات، مباشره في كاسرونه اولا في طنجره اللي دايره فيها الماء، كنضيف عليه الملحه وواحد شويه ديال الخل، وغادي نسلق فيه هاد البطاطا. انا ضفت الخل باش البطاطا ملي نسلقها ما تحلش معايا، تبقى شاده راسها ومفرزه. وغادي ندوزو لهاد ربع صدر ديال الدجاج اللي كنقسمو في النص، ومن بعد غادي نقطعو على شكل مربعات اللي يكونوا كبيبرين شويه. انا غنوريكم القياس اللي قطعت عليه هاد ربع صدر ديال الدجاج. كيكون هذا هو القياس اللي قطعت عليه الدجاج هانتوما في هذا الحجم هذا. غادي نديرو في هذا الطبسيل هذا، ومن بعد غادي ناخد ديك الحبه ديال البصله، غادي نقسمها في النص، ومن بعد غادي نقطعها مربعات اللي يكونوا صغارين باش ملي نطيبها ما تبقاش باينه معايا. هذا هو القياس اللي قطعتها عليه. صافي من بعد ما ساليت، مباشره في مقله اللي كندير فيها شويه ديال الزيت مع واحد المعلقه ديال الزبده، وكنخلي ديك الزبده حتى تذوب ليا في داك الزيت وما تبقاش باينه. صافي غادي ننزل عليها دوك الطريفات ديال الدجاج، وكنبدا نشحرهم في هاد الزبده والزيت غير بربع صدر ديال الدجاج. يمكننا نحضروا وصفه لذيذه وبنينه وما تشبعوش منها. راه دائما كنقول لكم، راه السر ديال اللذه في البساطه. غادي نضيف التوابل اللي هي الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، الابزار، سكينجبير، وواحد 4 معالق صغيره ديال التوابل العطريه ديال الدجاج. وضفت كذلك واحد نص معلقه ديال الفلفله حمراء اولا التحميره اولا البابريكا. كنحرك كل شيء مزيان حتى يتبلوا ليا دوك القطعات ديال الدجاج. غادي نغطي عليهم وغادي نقص للنار، وغادي نخلي هاد القطعات ديال الدجاج يتشربوا ليا هاد التوابل هادي. من طبيعه الحال مره مره كنعري على المقيله وكنحركهم باش كان يتشربوا ليا هاد العطريه. من بعد غادي نضيف عليهم البصله، وما نساوش واحد الفص ديال الثوم اللي ضروري منه. غادي نحكو في هاد الحكاكه اللي كتكون العيون ديالها رقيقه. وصافي من بعد ما كنسالي كنحرك هاد القطعات هادو ديال الدجاج مع هاد البصله مع هاد الثومه حتى يتخلطوا مزيان. وغادي نغطي عليهم وغادي نخليهم يكملوا الطياب ديالهم. ومن طبيعه الحال مره مره غادي نعري عليها المقيله وغادي نحركهم. هاد الوصفه هذه الصراحه راه كيف قلت لكم، رغم ان البساطه ديالها راه غير بربع صدر ديال الدجاج وجوج بطاطات، ولكن راها كتجي لذيذه واحد اللذه ما نقول لكمش عليها. ضروري تجربوها. ومن بعد ما طابوا لي هاد القطعات ديال الدجاج وتغمروا ليا، شوفوا تبارك الله كيف ولاو مدغمرين مع ديك البصله ولاو معلكين. صافي دابا غادي ندوزو للبطاطا نشوفوها راها تسلقات مباشره من الكاسرونه اللي سلقت فيها البطاطا المقيله اللي فيها الدجاج. ما كنحتاجش انني نصفيها في شبكه واحده اخرى ونقوي عليا قوه الماعن. كنجيب هاد الصفايه هادي وكنهز هاد البطاطا وكنحطها على هاد القطعات هادو ديال الدجاج، وكنجيب واحد المعلقه اللي كنهز تقريبا 2 معالق من داك الماء اللي تسلقات فيه البطاطا، كنضيفو عليها وكنحرك كل شيء مزيان 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 باش كل شيء كيتخلط ليا. ومن بعد غادي نغطي على المقيله وغادي نخليها تنكه مع بعضياتها تقريبا غير واحد الربعه ديال الدقائق. ما نفوتوهاش لان كل شيء راه طايب. من بعد ما فاتت 4 دقائق كنعري على المقله، كنولي نحركها واحد التحريكه خفيفه. شوفوا تبارك الله كيف كل شيء تغمر مع بعضياته. كنقادد هاد المقله هذه كنقاددها هكايا، كنقادد هاد الطريفات ديال الدجاج مع ديك البطاطا. ومن بعد كنضيف عليهم الفرomاج. غنضيفو كميه
مزيانه ديال الفرomاج باش هاد الوصفه هادي كتجينا معلكه. هذا هو السر ديال البنه هاد الوصفه، هي هاد التعليكه ديال الفرomاج. يمكن لكم تضيفوا اي نوع ديال الفرomاج كتبغيو نتوما وكتفضلوه. وما ننساوش واحد الرشه ديال الزعتر اللي غادي تزيد لنا واحد النكهه واحد البنه. صافي كنطفي النار وكنغطي على المقله وكنخلي داك الفرomاج يذوب غير في الصهد. ومن بعد ما داب ليا الفرomاج، شوفوا تبارك الله كيف كتبان. المقيله كتبان معلكه، شبعانه فرomاج، كتجي لذيذه وبنينه. يا سلام، خصوصا في فصل الصيف كنبغيو بحال هاد الوصفات هادي. كنتمنى انكم تجربوها بهاد الطريقه هادي. كيف شفتوا المكونات راهم بساطين، كنحصلوا على هاد الغديوه اولا العشيوه، كتجي لذيذه وبنينه. حتى لهنا كنكون وصلت لنهايه الفيديو. شوفوا لي التعليكه كيف كتبان، يا سلام. ما تنسونيش واحد اللايك واحد التعليق زوين بحالكم، والى اللقاء.